مرام، ابني كل ما اقول له حاجه يقول لي لا. اعمل كذا لا، سوي كذا لا. كأن كلمه لا دي يعني زي بابا وماما كده عنده. علشان انا طريقه رفضي لاي شيء مع طفلي لا. ماما عايزه العب لا، ماما عايزه اكل دلوقتي لا، ماما عايز دي لا. لازم احنا نغير طريقه رفضنا للطلب. غير لا، لما طفلي يطلب مني حاجه وانا عايزه ارفضها ما اقولهوش لا، اقول له ممكن مش دلوقتي، ايه رايك طيب نعمل دلوقتي كذا كذا، وبعد شويه هنعمل الحاجه التانية، طيب ايه رايك تستنى شويه. احط دايما طفلي ما بين اختيارات، استبعد تماما كلمة لأ على قدر الإمكان. أنا عارفة إن إحنا شخصيا كلمة لأ ساعات مرة واحدة بتطلع مننا، بس نحاول على قدر الإمكان نستبدلها بأي كلمة تانية، زي مش دلوقتي، مش هينفع، طب حبة كده، طب استنى شوية. لازم استبدلها بحاجة تانية. ولازم نعرف كمان موضوع ان الطفل في الفترة دي بيبقى نساي. انا عارفة ان ممكن حد يكتب لي لا انا ابني ما بينساش وممكن يفضل طول اليوم بيطلب الحاجة، بس انا لو لهيته بمثير تاني هو فعلا هينسى الطلب اللي هو طلبه الاول. ولو ما نساهوش وانا اقدر ان انا اعمله له، اقولهوش على كل حاجة لا، ولا اهمش طفلي ولا الغي له شخصيته. نتعامل مع الامور ببساطة اكتر من كده. بس كده.